السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس سياس أفورقي يلتقي المسؤولين الصينيين والحزب الشيوعي الصيني. كأس هدية الاستقلال يختتم زيارته لإقليم القاش بركة. تواصل برامج احتفالات الاستقلال في الإقليم الجنوبي. مقتل 4 أشخاص وخطف 3 آخرين في هجوم على قافلة أمريكية بنيجيريا. كيم جون أون يتفقد أول قمر اصطناعي تجسسي كوري شمالي. فقدان أثر 39 شخصا بعد جنوح سفينة صيد بالمحيط الهندي. من العناوين إلى التفاصيل. مواصلة للقاءاته بكبار المسؤولين الصينيين خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية، التقى الرئيس سياس أفورقي في مدينة تشاويند بعد ظهر اليوم بسكرتير الحزب الشيوعي في إقليم شيشوان السيد وانغ شو ومدير الإقليم هوان كيانغ. ورحب السيد وانغ شو باسم الحزب الشيوعي في الإقليم بالرئيس سياس أفورقي، وقال أن زيارة الرئيس سياس أفورقي للصين ومباحثاته العميقة مع الرئيس شي جين بينغ تقوي وتطور العلاقات التاريخية بين البلدين. وأوضح بأننا نثمن دعمكم وقلقكم بشأن قضية تايوان وهونغ كونغ، وقدم شكره لشعب وحكومة إريتريا لخروج المواطنين الصينيين بالسلام عبر إريتريا بعد الصراع الذي اندلع في السودان. وأعرب السيد وانغ عن ثقته لمساهمة زيارة الرئيس سياس أفورقي لإقليم شينشوان ولقاء الرئيس شي لارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات، مؤكدا على استعداد إقليم شينشوان للتعاون في بناء البنى التحتية والزراعة والسياحة. وذكر الرئيس سياس أفورقي خصوصية العلاقات الإريترية الصينية في أفريقيا، موضحا بالتفصيل 14 أولوية للتنمية في إريتريا، وأنه أوصى الرئيس شي لمتابعة تنفيذها، وقال بإمكانكم بدء استثماراتكم اليوم قبل الغد. وأعرب عن أمله لمشاهدة التقدم الملحوظ في غضون 5 إلى 10 سنوات. وقام الرئيس سياس أفورقي يوم 16 من مايو بزيارة مختلف المؤسسات وأجرى مباحثات مكثفة مع مسؤوليها. حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ووزير المالية والتنمية الوطنية الدكتور قرقيس تخلميكيل، ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح، وسفير إريتريا في جمهورية الصين الشعبية السيد سقاي تسفازين. اختتم كأس هدية الاستقلال زيارته لإقليم القاش بركة بالتجوال يومي 16 و17 في مديريات دقة وكركبات وسلعة، قاطعا مسافة حوالي 1700 كيلومتر في مديريات الإقليم. ووصل كأس هدية الاستقلال المنطلق من مديرية منصورة إلى مديرية دقة عبر تكريرات وعد إبراهيم. وقال مدير مديرية دقة سيد همد إيلا في المناسبة أن المديرية تعتبر مركزا تنمويا يجرى فيه التعدين في بيشة وتنمية واسعة للبساتين، وسجلت فيه بطولات كبرى في مرحلة النضال، ويوجد فيها قبر أول شهيد للثورة الإريترية. ووصل كأس هدية الاستقلال بمسيرة شعبية حافلة إلى ضاحية كيرو التي يوجد فيها قبر أول شهيد للثورة الإريترية عبدو محمد فايد الذي استشهد في كيرو بعد إصابته بجروح في مديرية فورتساوا، ليتوجه بعد ذلك إلى مديرية كركبات عبر ضاحيتي حواشيت وفيمبول. وقال مدير مديرية كركبات السيد عبد الكريم إدريس في مراسيم تسلم الكأس في سد كركبات بمراسيم ثقافية وفنية والجمال والحصين، قال أن المديرية وباهتمام حكومي كبير شيد فيها أكبر سد استراتيجي في البلاد وإرساء بنى تحتية تدفع لبرامج تنموية كبيرة. واستقبل كأس هدية الاستقلال بحفاوة كبيرة من الشعب لدى زيارته قرى أبركاب وحروي وقبا سعداء وركب في مديرية سلعة، حيث أوضح مدير المديرية السيد إيلا محمد علي في مراسيم التسليم
في بلدة كركبات بأن المديرية كانت الخلفية الرئيسية للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في مرحلة النضال، وأصبحت حاليا مركز التعدين في زهرة ومساهمتها القوية في برامج التنمية. رافق كأس هدية الاستقلال خلال جولتها في مديريتي سلع وكركبات حاكم إقليم القاشبرك السفير محمود علي حوري، ورئيس مجلس الإقليم السيد عثمان محمد علي، وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السفير محمود علي جابرة، ورئيس الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم السيدة يحدق يوهنس، ومسؤولون آخرون في الإقليم. تتواصل في جميع مديريات الإقليم الجنوبي مختلف الفعاليات ببرامج احتفالات أعياد الاستقلال التي بدأت في 7 مايو باستقبال كأس هدية الاستقلال. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد أبراهام يوهنس أن فعاليات الاحتفالات تجرى ببرامج ثقافية وفنية تضع في الاعتبار للأطفال، وبرامج وارسة المركزة على البناء الوطني ومناشط رياضية والسيمينارات. وذكر إكمال الاستعدادات للاحتفال الرسمي الذي يجرى يوم 22 مايو في استاد مندفر بمشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة وراقص وعروض موسيقية. وأشار إلى تنظيم الحفلات الشعبية التي لها دور في تعزيز وحدة ووئام الشعب في جميع الضواحي والقرى. وقال أن المنافسات الرياضية التي بدأت تشتمل على كرة القدم وسباق الدراجات وألعاب القوى. وذكر عن تقديم الجوائز الخاصة للمديريات التي قامت بالاستعدادات الجيدة والحفاوة الكبيرة لاستقبال كأس هدية الاستقلال. نظم في مديرية مصوع أسبوع المدارس في الفترة من 10 وحتى 14 مايو بمناسبة عيد الاستقلال 32. اشتمل أسبوع المدارس الذي شارك فيه 1623 طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، اشتمل على السيمينارات والمحاضرات ومسابقات معرفية. وشهد الأسبوع عقد سيمينار حول التطورات العالمية وتأثيرها على المنطقة، ومحاضرات صحية حول الإنجاب الصحي والأمراض التناسلية، وتخريج أكثر من 250 شابا في دورة تدريبية مهنية في مدرستي حطملو وحرقيقو. وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد داوود تخلوم أهمية الأسبوع المدرسي الذي جعل الشباب يدركون بأنهم بناة الوطن وتطوره ونمائه. وقال مدير مدينة مصوع في ختام الأسبوع المدرسي أن احتفالات الاستقلال هذه السنة تأتي في الوقت الذي أثبت فيه الشعب الإريتري صموده الأسطوري وانتصاره الباهر، موضحا بأن تاريخ الشباب الإريتري هو تاريخ النضال والتضحيات، داعيا الشباب لفهم واعي لثمن الاستقلال وتعزيز مساهمتهم. أفاد مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى بأن مختلف البرامج التنموية تنفذ بمشاركة شعبية قوية. وأوضح وصول عدد من المؤسسات الصحية من 0 إلى 10 نتيجة الاستثمار الحكومي ومساهمة الشعب خلال سنوات الاستقلال، وتقديم حوالي 60 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية الخدمات التعليمية. وذكر تسجيل قفزات كبيرة في خدمات المواصلات والاتصالات، وتحقيق نتائج مشهودة في خدمات المياه، ليحصل 80% من سكان مديرية قندع على مياه الشرب الصالحة. وأشار إلى بناء 6 سدود صغيرة في ضواحي حواسيت ومعي حبار وسريت ودنقلو وعد شماي ودماس في إطار برامج تنمية المياه الجوفية، والقيام بأنشطة تشجير وحماية التربة وحفظ المياه بمشاركة أكثر من 70,000 من السكان. وأوضح بناء غرف انتظار الحوامل في المؤسسات الصحية بمبادرات شعبية في قندع ونفاسيد وقحتلاي وإنباتكلا ودماس، وتشييد وصيانة مدارس في حواسيت وعندلي، وتجميع 150 أسرة في دماس كانت تعيش في قرى متناثرة، وتجميع سكان فرساقيل الكائنة في المحمية الوطنية في قحتلاي. وأكد مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى الحاج مواصلة برامج التنمية التي تحدث التغيير في الحياة المعيشية للشعب، داعيا لتعزيز المشاركة الشعبية لحماية الغابات والحياة البرية. أعلنت المرأة الحاصلة على القروض من برنامج الادخار والقروض المسقرة مول
في إقليم عنسبة بأن فرص القروض من البرامج مكنها من تسيير حياة معيشية مستقرة بتوظيفها في الأنشطة التجارية الناجحة. وذكرنا بأن النجاح جاء لتوظيف جيد للقروض والعمل المتفاني ووضع أولويات العمل. وأوضح مسؤول برنامج الادخار والقروض المصغرة في إقليم عنسبة السيد غويتوم هابتسيان أن الهدف الأساسي إقامة وتطوير المتاجر الصغيرة وخلق الأرضية لإيجاد مصادر الدخل. وذكر بأن الزبائن الرئيسيين للبرنامج هم سكان الريف والبلدات والمدن الذين لا يستطيعون الحصول على القروض من البنوك الرسمية، مشيرا إلى تقديم قروض بحوالي 32 مليون نقفة عبر 151 بنكا ريفيا في إقليم عنسبة عام 2022، أكثر من 11.3 مليون نقفة منها للمرأة. وقال أن البرنامج يقدم المعلومات اللازمة قبل تقديم القروض ويسمح للقروض بعد إجراء دراسات الجدوى. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. هاجم مسلحون قافلة أمريكية في جنوب شرق نيجيريا مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص ليسوا أمريكيين، بينما خطف 3 آخرون كما ذكرت مصادر رسمية متطابقة. ووقع الهجوم في منطقة تشهد تصعيدا لهجمات تنسبها السلطات الانفصاليين في السنوات الأخيرة وتستهدف عادة الشرطة ومباني حكومية. وقال المتحدث باسم الشرطة النيجيرية لم يكن هنالك أي مواطن أمريكي في الموكب. وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي هذه المعلومات. وأضاف المتحدث باسم الشرطة النيجيرية أن المسلحين قتلوا ضابطين من القوات المتحركة للشرطة و2 من موظفي القنصلية الأمريكية قبل إحراق آلياتهم. من جهتها أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الطاقم الدبلوماسي للولايات المتحدة في نيجيريا يعمل مع أجهزة الأمن النيجيرية لإجراء التحقيقات. تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون أول قمر صناعي للتجسس العسكري في بلاده، وأعطى الضوء الأخضر لإطلاق خطة عمله المستقبلية، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وقالت الوكالة أن كيم اجتمع مع اللجنة غير الدائمة المكلفة الإعداد لإطلاق القمر الاصطناعي قبل أن يتفقده. وكان الزعيم الكوري الشمالي أعلن في منتصف أبريل أن بناء القمر اكتمل وأمر بإطلاقه. وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع على تأكيد بيونغ يانغ أنها أطلقت برنامج صاروخي بلاستيكي جديد العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب، في خطوة تعكس تقدما كبيرا في برامج تسلح الكوري الشمالي. ويرى محللون أن هنالك ارتباطا تقنيا كبيرا بين تطوير الصواريخ البلاستيكية العابرة للقارات وقدرات الإطلاق الفضائي. في ختام النشرة تذكير بأهم العناوين. الرئيس السياسي أفورقي يلتقي المسؤولين الصينيين والحزب الشيوعي الصيني. كأس هدية الاستقلال يختتم زيارته لإقليم القاشبركة. تواصل برامج احتفالات الاستقلال في الإقليم الجنوبي. مقتل 4 أشخاص وخطف آخرين في هجوم على قافلة أمريكية بنيجيريا. كيم جون أون يتفقد أول قمر اصطناعي تجسسي كوري شمالي. فقدان أثار 39 شخصا بعد جنوح سفينة صيد بالمحيط الهندي. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.